ليه أنا ممكن أبيع سهم وهو هيوزع كوبون قريب؟ في تركاية عاوز أتكلم عنها، وهي إن أنت ممكن تبيع سهم أنت عارف إنه سهم كويس وقوي، وعارف إنه بيوزع كوبونات كويسة. أنت أصلا شاري السهم كاستثمار عشان تستفيد من توزيع الكوبونات دي، ومعاك السهم في تاريخ استحقاقه، لكن في نفس الوقت أنت بتقرر بنفسك إنك تبيعه، وده عشان تكسب أكتر، مع العلم إنك عارف إن ده سهم قوي وهيعاود الصعود مرة تانية. في الفيديو ده هنتكلم عن التركاية دي، فركز معايا. ايه اللي يخلي مستثمر يبيع سهم وهو عارف انه سهم قوي، وبعد الكوبون هيلم تاني بسرعة، وعارف انه بيوزع توزيعات كويسة، ومعاه السهم في تاريخ الاستحقاق، وفيه كل الصفات الكويسة دي؟ الإجابة هو عشان يستفيد أكتر من التوزيعات دي. طيب هيستفيد ازاي وهو هيبيع السهم؟ هقولك، احنا اتفقنا ان اي سهم بيكون نازل عليه كوبون توزيع، السهم قيمته بتقل بنفس قيمة الكوبون ده، فاحنا هنشتريه تاني يوم على طول اول ما السهم ينزل، يعني بعد تاريخ الاستحقاق بيوم واحد. طيب انا كده استفدت ايه؟ ما انا كده كده كنت هاخد الكوبون. يعني مثلا سهم سعره 100 جنيه، عارفين انه هو هيوزع 9 جنيه على 3 اقساط مثلا، كل قسط 3 جنيه. كده احنا متوقعين ان السهم تاني جلسة من تاريخ الاستحقاق سعر افتتاح السهم هيكون 91 جنيه، اللي هم 100 جنيه ناقص 9 جنيه اللي هيوزعها. حد هيقول لي ما هي نفسها، ما انا ممكن افضل محتفظ بالسهم وياخد كده كده التوزيع بتاعه. هقولك لا. امتى تعمل الحركة دي؟ لما يكون السهم مثلا هيوزع على مراحل او اقساط، والمراحل دي بعيدة. هتفهم اكتر في المثال ده. مثلا سهم ب100 جنيه وهيوزع 9 جنيه، لكن هيوزع ال9 جنيه دول على 3 اقساط. اول جزء هيكون بعد اسبوع مثلا من تاريخ الاستحقاق، هيكون 3 جنيه، وتاني جزء بعد شهرين هيوزع 3 جنيه برضه، وبعدها بشهرين تاني هيوزع ال3 جنيه الباقيين. فانت هتاخد ال9 جنيه على 3 مراحل، وهتاخدهم في خلال 4 شهور. وهنا الفكرة، انت لو بعت السهم النهاردة اللي هو تاريخ الاستحقاق بسعره ده اللي هو كان 100 جنيه، وطبعا مفترضين انك كسبان في السهم، مثلا كنت شاريه ب80 جنيه. لو بعت السهم النهاردة بسعره الحالي اللي هو 100 جنيه، واشتريته تاني جلسة في بداية الجلسة أول ما السوق يفتح، تلحق تشتريه، وبكده هتكون عوضت قيمة الكوبون كله اللي هما 9 جنيه. لكن الأهم إنك هتكون استفدت بيهم حاليا، مش بعد أو خلال شهور اللي هي شهور التوزيع دي. يعني لو كان معاك مثلا 1000 سهم بسعر 100 جنيه، فهيكون 100,000 جنيه لو بعت السهم دلوقتي. على افتراضنا إنك كنت شاريه مثلا ب80، فأنت كسبان 20,000، وكنت مستني تكسب ال9,000 التانيين بتوع الكوبون. لكن انت اول ما السهم هينزل عليه الاستحقاق تاني جلسة تلحق تشتريه ب91. كده انت خدت ال9,000 جنيه، ولكن خدتهم فوري دلوقتي، وتقدر تشتري بيهم اسهم في حالة مثلا لو زودت عدد الاسهم في الشركة دي، او اشتريت سهم تاني سعره مناسب، او حتى تسحبهم لو انت معتمد على التوزيعات كعائد. وده مش بيخالف كلامنا ان يكون معاك السهم، لانه هيفضل برضو معاك بنفس عدد الاسهم. التركاية دي فايدتها ايه في الاخر؟ انك بدل ما كنت هتاخد ال9,000 جنيه دول كتوزيع على 4 شهور مثلا، كل شهرين 3000 جنيه، لا، انت هيكون معاك ال9,000 جنيه كلهم حالا، فهتوفر وقت، والوقت عندنا بفلوس. تاني حاجة هي حاجة جانبية، ان فلوس التوزيع في حالة لو بعنا يوم تاريخ الاستحقاق هتكون اكتر بنسبة فرق الضريبة، او بفرق نسبة الضريبة اللي كانت هتتخصم من الكوبون اللي بتكون حوالي 5%. لانك هنا ما اخدتش الكوبون، فمفيش حاجة هتتخصم من ال9,000، فهتاخدهم كاملين، بدل ما يتخصم منهم الضريبة اللي كانت هتكون 5%، يعني حوالي 450 جنيه. يعني فعليا كان هيوصلك 8,550. ممكن ناخد مثال على كده، مثلا سهم شركة أموك. سهم أموك هيوزع الأرباح بتاعته اللي هي 80 قرش لكل سهم على مرحلتين. يوم 15 أكتوبر هيوزع 40 قرش، وبعدها ب4 شهور هيوزع 40 قرش تاني في يوم 18 فبراير السنة اللي جاية. فلو افترضنا انك بعت السهم يوم 12/10 لما كان ب7 جنيه 60 قرش، واشتريته تاني يوم الصبح على طول وهو ب6 جنيه 80. وعلى فكرة ممكن تشتري السهم اقل من كده كمان، لان احيانا السهم بينزل باكتر من قيمة الكوبون، فبتبقى فرصة كويسة للشراء بسعر كويس، وتزود المكسب بتاعك برضو بشكل فوري، لان انت الفرق هيكون معاك في المحفظة، تقدر تزود بيه اسهم في شركة أموك، او تشتري سهم تاني سعره مناسب زي ما قلنا قبل كده. فهيبقى كأنك سحبت الارباح كلها تاني يوم على طول،
مش لازم تستنى لشهر فبراير عشان تاخد باقي أرباحك من التوزيعات، وتقدر تطبق الحركة دي على أي سهم فيه نفس الشروط من الشركات اللي بتوزع أرباح. مثلا شركة أبو قير هتوزع على 3 مراحل، ده برضو ممكن نعمل معاه نفس القصة. فعاوزك تاخد الفكرة معاك في الاعتبار وانت معاك أسهم توزيعات أرباح أو بتعتمد عليها زي كده. هي تركاية كويسة جدا، لأن احنا اتفقنا يا جماعة إن احنا شغالين بنحاول نعظم العائد على الفلوس اللي بنستثمرها في البورصة بأمان. فاحنا كده كده تمام، اتفقنا هنختار شركات قوية وبتوزع أرباح، واتفقنا إن الطريقة الأمثل والأكثر ربحية بناء على درجة المخاطرة المنخفضة دي كبديل أفضل وأنسب من البنك أو العقارات من حيث الاستفادة من العائدات بتاعتها. بنحاول نزود العائد بكل الطرق المتاحة وبكل الأفكار اللي ممكن نطبقها. بس كده، لو استفدت من الفيديو ده اعمل لايك، ولو حابب النوع ده من المحتوى اعمل اشتراك في القناة، واكتب لي في الكومنتات فكرت في الفكرة دي قبل كده ولا لأ.